عرضيه، انما النحاس بعقل يطلعها في نص الملعب لشوقي، وشوقي يعليها تنزل القدامي يلعبها ليوسف حمدي، يوسف حمدي يوسف حمدي يوسف حمدي يوسف حمدي لعمرو زكي اللي بيهرب ناحيه اليمين، يبقى الاثنين راس حربه بتوع الزمالك، واحد يمين واحد شمال، عمرو زكي. وايضا وادي كوره ملعوبه لطارق السيد، وطارق السيد وطارق السيد ومساور الحكم ضربه جزاء لنادي الزمالك. تغيرات لعيب نادي الزمالك اربكت مراقبه نادي الاهلي. زي ما قلت حضراتكم مين اللي هيهرب من مين في الدقيقه 11 ضربه جزاء للنادي الزمالك. ضربه جزاء للنادي الزمالك، وواضح جدا ان المباراه متحرره جدا، وان عمرو راح ناحيه اليمين وجمال حمزه شمال، واستغل الصديق داخل في العمق، وادي الكوره اهي الصديق مع طارق وتلبسه طارق ضربه جزاء، وضربه جزاء للنادي الزمالك بعد 11 دقيقه من زمن الشوط الاول. انا شايف عمرو زكي واقف على يعني هياخد الكوره، بلاش واقف على الكوره دي عشان يعني يقولوا واقف يعني ايه، انما هي كوره واقف عليها اهو، يعني انما في اللعب مفيش وقف على الكوره في اللعب، انما الكوره ثابته دلوقتي. وعمرو زكي و 12 دقيقه من زمن الشوط الاول، وضربه جزاء لنادي الزمالك، وعمرو زكي وجها لوجه لعصام الحضري، وداخل عمرو زكي يلقي الحضري يمسك الحضري، يا حضري يا حضري يا حضري يا حضري يا حضري يا حضري، يعني لا يعني الفرصه جت لنادي الزمالك في الدقيقه 11، والحضري اضاع على نادي الزمالك فرصه بصد كره عمرو زكي في الدقيقه 11. هذه الكره بقى هتعمل نوع من الانتعاش الفيزيائي، فهو الزمالك يتقدم في الدقيقه 12، ادي هو عمرو زكي، وادي على طول عصام الحضري بيقول لهم انا عصام الحضري، وفعلا عصام الحضري صد وكان هيعملها جامده جدا عمرو زكي. وهنا بقى المباراه هتبدا من اول جديد، واعتقد ان مستر جوزيه شايف كده ان قدامه الفرقه بتاعت الزمالك ثوره، ويمثل احمد السيد ويكملها شوقي، وتنزل فلافيو شوقي خد على صدر وعدى وماشي ماشي ماشي ماشي، ويلعب على طول لاحمد صديق، احمد صديق يعدي ويفاول، وانذار، واول انذار في المباراه للقدامي، وانقذ فرصه على فكره القدامي، ما قداموش غير كده، لان الراجل جاي منطلق، وكان لو عدى هيروح، وهجمه مرتده للنادي الاهلي وفاول للنادي الاهلي وانذار للقدامي. ضربة حرة مباشرة. نشوف حضراتكم ده يعني ما نقدرش يعمل غير كده، لان كان صديق واخد وضعه وماشي، وضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة ده من ابراهيم سعيد كده، انت في ايه ولا في ايه؟ تركيز اللعيب على فكرة، يعني تركيز اللعيب مهم جدا، لان هو بيخرج بره التركيز، اذا كان جماهير هنا او هنا فاللعيب لازم يركز في الملعب، وصديق وقع على الارض واكثر من مره على فكره احمد صديق، انما ان شاء الله يقوم سليم لغايه لما يقوم صديق. وادي الكوره اهو اللي جت منها ضربه الجزاء اللي هيديها لنا مخرج شريف خيري، واللي صدها عصام الحضري بجداره وفي وسط ذهول من عمرو زكي. ادي مستر جوزيه وادي عصام الحضري، وعلى فكره نادي الزمالك جاب 25 هدف، كمان عمرو زكي 3 مجدي عطوه 3 جمال حمزه 3 طارق السيد 3 عبد الحليم 1 علاء 2 مصطفى جعفر 1 يوسف حمدي 1 جنيه، ومنظر كل جديه وكل مسؤوليه من محمود سعد، والمنظر الاخر كله هدوء وكله ثقه، وطبعا من حق محمود سعد لسه ماسك المهمه جديده ولازم يكسر التكشيره دي، الله يكون في عونه. وادي الضربه وهدف فلافيو وحتى هدف جميل جدا من بتاع اليابان،
فلافيو يحط هدف جميل في الدقيقه 30. فلافيو والهدف ال11 لفلافيو. يتقدم النادي الاهلي بعد نصف ساعه من الشوط الاول بهدف مباغت مرفوع له بالمئات، ونصر بيلعب حضرتك ابراهيم سعيد مش مركز، هو اللي مركز قاعد قدام الجمهور، فبالتالي فلافيو هو اللي مركز وهو اللي عملها خلفيه وهو اللي نظر الابعاد خط بقى نادي الزمالك. هم عاملين دلوقتي نادي قدام حضراتكم الراجل ناطط فوق وابراهيم بيلف تحت، وعلى طول فلافيو على طول يلعبها ويحط هدف لا يصد ولا يرد في الدقيقه 30 من كوره حلوه 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 رفعها له الفنان ابو تريكه، واللياقه فرقت هنا ما بين ابراهيم وما بين فلافيو. احرز فلافيو الهدف الاول في المباراه للنادي الاهلي بعد 30 دقيقه من زمن المباراه. الزمالك كان متفوق في مده 13 دقيقه واحرز النادي الاهلي وجات له ضربه جزاء اضاعها. مع مرور الوقت بدا النادي الاهلي يلم نفسه وبدا يستحوذ وبدا يمسك المباراه وتقدم في الدقيقه 30 بهدف لفلافيو. انما احمد سيد ضربه ركنيه. اصبح دلوقتي نادي الزمالك بعد ما الكوره دي بتتلعب بتتلعب على طول في الارض، يطلعها على طول احمد السيد وتنزل للقدام يوقف ياخد الحكم دي مفيش حاجه وطالع بتتنقل الكوره على طول. هذه مرتده سريعه لعماد متعب 4-3 تتلعب على طول وهاديه يخش على طول وبن ذكري يقطعها صديق وهدف ثاني فلافيو. يلعب رقم اللياقه. الزمالك حب يكسب الماتش في البدايه وهو واقف على رجله. الاهلي لم نفسه مره اخرى ولعب لعبه جماعي وفتح جبهه عن طريق طارق السيد هناك عن طريق الصديق. فلافيو هو ملك الساحه حتى الان واحرز هدف جميل في الدقيقه 41. فلافيو في الدقيقه 41 من الشوط الاول. والله يكون في عونك يا كابتن، مالكش عليك اي حد يلومك، ولكن انت حاولت، ولكن الرياضه في حضراتكم ادي الكوره اهي والخط ده هي في حضراتكم في الدور والعبث الايه. انما على كل المره الثانيه فلافيو والمره الثالثه في الدور ينفع وادي الهدف الثاني ولا يقدر يعمل فيه عبد الواحد اي شيء. يتقدم نادي الزمالك بهدفين لفلافيو عشان يرتفع رصيد فلافيو الى 12 هدف، يعني ما شاء الله. يتصدر المرصود الهدافين وادي مستر جوزيه بلع ريقه. انما المباراه هتبقى جميله برضه واحنا بنلعب في الدقيقه 42. هل الزمالك ييأس؟ هل الزمالك هيعيد المباراه مره اخرى؟ الكوره كانت رايحه لعماد متعب، تتنقل الكوره على طول جمال حمزه يلعبها لمصطفى جعفر ثالوث يتعمل له حساب جعفر وجمال حمزه وعمرو زكي. تنزل الكوره لطارق السيد لأسامة حسن لجمال حمزه تتخطف الكوره منه، ولكن الحكم صفر فاول وضربه حره مباشره على محمد صديق في حلق الجون ومن منطقه يعني نفس الخطوره اهو. ادي جمال حمزه وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. حائط بشري هيتكون من لاعبي نادي الاهلي والحضري بيرص الحائط و9 دقائق من زمن الشوط الثاني ولا زال النادي الاهلي متقدم بهدفين لفلافيو لا شيء للنادي الزمالك. احرز الهدفين فلافيو الدقيقه 30 و41 من الشوط الاول. ضربه حره مباشره والحضري بيوقف الشوطه وهنشوف مين اللي هيلعبها. في القدامي وفي جمال حمزه وفي كونسولتو على الكوره كده. هنشوف يا ريت الكاميرا تقرب، هنشوف مين اللي هيلعبها. وشايف انا جمال حمزه يصفر وهدف جميل اسامه حسن يحيي امال نادي الزمالك في الدقيقه 10 من زمن الشوط الثاني. اسامه حسن يخش نادي الزمالك مره اخرى في المباراه بعد 10 دقائق من الشوط الثاني. يلعب اسامه حسن كوره حلوه جدا يبلع ريقه بيها محمود سعد زي ما انتم شايفين اهو. اتلعبت في الحته لا يسال عنها ابدا حسام الحضري، ملعوبه حلوه ويتقدم الاهلي بهدفين مقابل هدف لنادي الزمالك. واحد دخلاوي المباراه وهنشوف ايه بالظبط. وادي انذار حد يجيب جول الراجل وهنشوف انذار لمين. انذار ل حسام عاشور
انذار لحسام عاشور. انما حتى الان متقدم بهدفين مقابل هدف نادي الزمالك. من احسن مباريات نادي الزمالك اتلعبت منذ فتره، ومحمود سعد نجح ان هو يعيد الروح المعنويه مره اخرى. ويعني نقدر نقول ان من اسباب الرد تقدر تطلع حاجه، انما لو كان النادي الاهلي متقدم مصطفى جعفر وتنزع على طول عند جمال حمزه. وادي الحاضر يا جماعه، الحضر يا جماعه بيلاعب مصطفى جعفر، بيلاعب على طول عمرو زكي ومصطفى جعفر عصام الحضري. نجح عصام الحضري الى حد كبير جدا جدا النهارده. شوف بقى الهجمات الدوري اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، 2 على 1 عمرها ما تحصل، 2 على 1 وتتلاقي انما على طول تتقطع وتروح لعبد الواحد السيد حسن. هنشوف نصر عباس وكام دقيقه واقف بدل بقى واقف مستني الحكم في الجمهور هيقول له كام دقيقه، وتتلعب الكوره على طول وتصويبه في صدر عصام الحضري من عبد الحليم علي، واللي ما شفناهوش في الفتره اللي نزل فيها. ولكن نقدر نقول ان النهارده المزعج عمرو زكي مع المزعج الاخر مصطفى جعفر، ولكن عمرو زكي المزعج اللي على الاولى من وقت البدل الدائع. ورمي تماس النادي الاهلي تتلعب على طول وتنزل لفلافيو الحكم بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، وارتفع رصيد النادي الاهلي الى 38 نقطه.